السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وفيديو من نوعية مختلفة، في قناتي جداد. بس حابة اشوف هذه الفيديوهات من هذه النوعية، هل هتعجب المتابعين ولا لا؟ لو هتعجبهم على راسي ومن ده يعني كل يوم، لو مش هتعجبهم خلاص. شكرا لكل اخ واخت دخلوا قناتي، شكرا. فأتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش من اللايك والشير فضلا وليس امرا. بس حابة اشكر اختي الغالية يوميات زمن الطيبين، شكرا ليها وشكرا لكل اللي دخل لي من عندها، وشكرا لكل اللي حط لي لايك، وشكرا لكل اللي اشترك في قناتي. شكرا ليهم ألف مليون شكر. مش نضيف خالص. شكرا للشيخ سامر، شكرا لكل اللي حط لي على المنتدى، مش هوفيهم حقكم. امسكي سلمك كده، امسكيه. اول حاجه سقيت الزرع، وبعدين كان عندي شويه غسيل كده نشرتهم على طول، وطلعت بقى على السلم، كنسته ومسحته وخليته زي الفل، ونزلت على الشارع برضو كنست قدام باب بيتنا كده. وهنا بقى معلش كل شويه عماله ابص للكاميرا، يعني عامله زي ما يكون زي المحتاسه، اشوف الكاميرا مظبوطه ولا ايه، بتصور ولا ما بتصورش. كنست السلم ونضفته وخليته زي الفل. يلا قومي قولي وداعا للطاقة السلبية، وقولي اهلا بالطاقة الايجابية، وقومي نضفي سلمك كده وكنسيه ومسحيه. بس ما تنسينيش من اللايك فضلا وليس امرا. اللايك ده من فضلكم ومن كرمكم. كنست بقى السلم كله ومسحته حته حته، وكل شويه عماله ابص للكاميرا. ساعات التصوير بيضايقني قوي، خاصه ان انا بصور بالستاند. قومي بقى نضفي سلمك ونضفي بيتك كده، وخلي عندك طاقة ايجابية. خلي بيتك زي الفل، افرش بيتك ورش، ما تعرف مين اللي يخش. شكرا ليوميات زمن الطيبين، من اطيب الناس اللي تعاملت معاهم على اليوتيوب. الله يبارك لها ويبارك فيها يا رب، ويبعد عنها كل سوء. هنا بقى بقول لكم ايه، حطوا لايك، حطوا لايك. وهنا بقى بوريكم بيتنا من بره، وبوريكم الغسيل اللي عايز يتلم. وكنست الشارع ورشيته ميه وغرقته. وبعد ما خلصت خدت بعضي بقى وايه، وحملت البسة ورحت على الغيط. انا عايز اشوف الفيديوهات دي بقى هتعجبكم ولا ايه. لو هتعجبكم خير وبركة، مش هتعجبكم يعني خلاص، قلنا نعمل تجربة كده. حشيت ضراوة سكرية للمواشي. شغل الغيط ده ارهاق، الواحدة بترجع منه بص مفرهضة. بس احلى حاجة بقى بعد ما خلصنا شاي على الكانون، بس بصراحة ما عرفتش اعمل كانون في الغيط. فضلت احس لحد ما ظهري اتقطم. مش هتكملي
هنا الذرة بقى طول خالص. وبرضو رجعت احش شوية تاني لان شوية الاولين ما كفوش. يا رب تكون الفيديوهات دي بتعجبكم. لو هتعجبكم يبقى من ده كل يوم. قربت اخلص اهوت. بخلص بسرعة عشان ابني جاي من السفر وعايزة الحق. عايزة الحق اروح لاني عايزة اقعد معاه شوية. هو مش هيقعد غير 10 ايام. شلت بقى الضراوة السكرية ورحت حطيتها للمواشي. المواشي ببقى حطها بعيد شوية عشان ايه يعني ما تبقاش في وسط الغيط. ما تنسوناش من اللايك فضلا وليس امرا. مجهود الشغل في الغيط ده والله مجهود. اطلع. الجماعة اللي جنبنا كانوا راويين والمية جت على ارضنا. هنا بقى حطيت الاكل للمواشي. الخضرة والزرع ده حاجة من الحاجات الجميلة جدا جدا، الحاجات اللي ترد الروح. هنا بقى خلصت وخدت بعضي بقى وروحت لان مش ميعاد الحلب دلوقتي.
نضفت بسرعة عند المواشي كده. اتمنى الفيديوهات دي تكون بتعجبكم، اتمنى منكم لايك فضلا وليس امرا. الجو حر جدا جدا جدا. كنا اخر النهار، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مكان التصوير يا عم. في ايه؟ الايه؟ اضغط لتحرير الايه؟ لتحرير النص.